سائحة أمريكية تتعرض لأكبر عملية نصب قبل قليل. باشرت مصلحة الشرطة القضائية بفاس التحقيق في قضية اتهام سائحة أمريكية لمرشد سياحي وصاحب بازار بفاس العتيقة بالنصب والاحتيال. قالت المصادر إنه تم الاستماع إلى الطرفين لعدة ساعات في حين تتواصل الأبحاث في الملف للوقوف على حقيقة الادعاءات الصادمة التي قدمتها السائحة الأمريكية في شكايتها، والتي تمت إحالتها على النيابة العامة عن طريق المصالح الدبلوماسية الأمريكية بالرباط. أما التفاصيل فتتعلق بزربية اقتنتها السائحة الأمريكية بمبلغ كبير حددته ب80 مليون سنتيم، قبل أن يتبين لها بأن قيمتها الحقيقية لا تتجاوز 15 مليون سنتيم، وقدمت لها هذه الزربية على أنها مصنوعة من الحرير، وظهر عندما أجرت عليها الخبرة بأنها قادمة من تركيا وبأنها زربية نسجت بخيوط عادية جدا. المثير في الملف أن نفس السيناريو تقريبا كانت قد روتها سائحة أمريكية أخرى قدمت نفسها على أنها ضحية نصب واحتيال بفاس العتيقة. واللافت أن القضية التي تفجرت منذ حوالي سنة ولقيت تداولا إعلاميا كبيرا بالمغرب بعدما راجت في عدد من المنتديات السياحية العالمية، والتي تعود لما يقرب من سنة، قد وردت فيها نفس الأطراف التي اتهمت مجددا بالنصب والاحتيال.